معانا كده فرخة كأنها مشوية بالظبط، بس هي بصراحة مش مشوية. الفرخة دي كده مسلوقة، واحنا شقينها كده من منطقة الظهر. وزي ما انتوا شايفين انا كنت محتاجة شوربة، بس انا كنت عايزة اعملها بتتبيلة حاجة كده مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا هنا النهاردة هنعمل فرخة. انا معايا فرخة كده شقاها من منطقة الظهر، زي ما انتوا شايفين. طبعا غسلاها ونقعها كويس جدا، غسلة كده كويسة. دي كده الفرخة معانا، وهنسلقها بالطريقة دي. هجيب حلة احطها على النار. اول ما تبتدي كده تسخن المية بدي رشة من الفلفل والملح، وبدي كمان ورق لورا وحبهان، وبحط كمان بصلاية. وانا دايما بحب احط البصلاية كده سليمة زي ما هي. بعد كده هسيبهم كل ده كده ياخدوا كده غلوة كده على النار كده مع بعض. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالفرخة اللي احنا قاطعينها من منطقة الظهر. هبتدي ان انا اعدل الفرخة واخلي ناحية الصدر هو اللي من تحت، وهخلي الفرخة كده لحد ما نسلقها 3/4 سوا. طيب هنا بقى هجيب بصلاية، وكده دي حبايه من الطماطم وقرن فلفل رومي، ولو حابه تحط قرن فلفل حامي يطعم مفيش مشكله. وهندي كمان ورق لورا ورشه من الفلفل والملح، وبحط رشه من الكاري، وكمان هنا بهارات فراخ. وكمان معايا هنا دي بودره الزعفران، اديت منها كده ربع معلقه. وحطيت هنا عصير ليمون. هضيف كمان معلقه كبيره من الخل. هبتدي بقى اضرب ده كله كده في الخلاط. كده خلاص ضربناه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هبتدي كمان اضيف معلقة كده من الصلصة، وهنا دي اللي هتخلي لي بقى الفرخة بتاعتنا تحمر كده، ويكون الحمار بتاعها جميل جدا. بدي بقى كده تقليبة كويسة. هنبتدي بقى نروح نشوف الفرخة بقى بتاعتنا، وهي كده خلاص. هبتدي ان انا اطلعها واحطها في مصفى عشان تصفي الشوربة بتاعتها. كمان انا اديت الفرخة كده رشة من الملح والفلفل الاسود، بس هي ما جاتش معايا في التصوير. بعد كده هبتدي ان انا بقى انزل بالخلطة بتاعتي على الفرخة زي ما انتوا شايفين، وابتدي ازقي الفرخة كده من كل الجوانب من تحت وفوق، واشربها كويس بالخلطة بتاعتنا. طبعا لو عندك وقت تقدري تسيبي الفرخة دي في قلب التتبيلة دي مدة نص ساعة. طبعا لو انت بقى مستعجلة مفيش مشكلة. اهم حاجه بتكوني بقى مشغله الفرن بتاعك سخن. انا هنا حطيت الفرخه على شبكه، وبحطها فين في قلب الفرن على الشبكه، واسيبها بقى لحد كده ما تحمر وتاخد لون بقى من فوق ومن تحت. صدقيني كأنك عاملاها مشوية بالظبط، ما تفرقهاش خالص. ما تقوليش ان دي مسلوقة. طبعا انا هنا استفدت بالشوربة، عملت بيها بقية الاكل بتاعي. وهنا الفرخة استفدت ان انا بقت حاجة كده عاملة زي المشوية، مش كأنها مسلوقة وخلاص. متهيأ لي الحلقة بسيطة وسريعة، وأهم حاجة إن الطعم كمان هيكون جميل جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.